ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم هند محمد على قناه حياتك احلى من عند محمد. هعمل معاكم النهارده الانتركوت باسهل واسهل طريقه. ركزي معايا كده في المقادير ومشي معايا خطوه بخطوه. هنحتاج نص كيلو من اللحمه المتقطعه الانتركوت. انت بتروحي للجزار وبتقولي عايزه لحمه انتركوت ليها قطعيه معينه الجزار بيكون عارفها. ربع كيلو من البصل، يفضل يكون البصل الابيض مش الاحمر. البهارات بتاعتي 3 ورق لورا، 3 قرنفل، ربع معلقه صغيره جوز الطيب، ربع معلقه صغيره حبهان مطحون، ربع معلقه صغيره جنزبيل، نص معلقه صغيره فلفل اسود، نص معلقه صغيره بصل بودر، وده اختياري. معلقتين كبار من الخل او ربع فنجان صغير من الخل، نص معلقه صغيره سكر. كده مقاديرك قدامك، يلا بينا نحضر المقادير. يلا هنقطع البصل كده ايه جوليان زي ما شايفين كده. تمام. ودي اللحمه المتقطعه تقطيعه الانتركوت، هي نفس تقطيعه البفتيك بالظبط يا جماعه، بس الفرق بينها وبين البفتيك تمام ان البفتيك السمك بتاعه بيكون رفيع، لكن السمك بتاع الانتركوت بيكون تخين. زي ما شايفين كده ده السمك بتاع الانتركوت بيكون تخين. تمام. بتكون القطعيه يا جماعه تبقى قد كف الايد او اكبر كمان. ماشي. دي القطعيه بتاعت الانتركوت، بس انا اسمى القطعه الكبيره اسمها اسمها على جزئين. وده حسب ما تحبي، في ناس بتحب ايه بتحب القطعيه الكبيره وتسويها كده، وفي ناس بتقسمها على نصين. انا الصراحه بفضل ان انا اقطع القطعيه الكبيره على جزئين، وبيكون فيها دهون كده من الجانبين زي ما انتم شايفين كده. اللحمه يا جماعه متجمده شويه زي ما انتم شايفين كده. ربع كيلو من البصل الابيض متقطع جوليان، ويفضل البصل يكون ابيض مش احمر. معلقتين كبار من الخل او ربع فنجان صغير من الخل، نص معلقه صغيره من السكر. البهارات بتاعتي 3 ورق لورا، 3 قرنفل، ربع معلقه صغيره جوز الطيب، ربع معلقه صغيره حبهان مطحون، ربع معلقه صغيره جنزبيل، نص معلقه صغيره فلفل اسود، نص معلقه صغيره بصل بودر، وده اختياري. كده مقادير قدامك، يلا بينا يلا بينا نبدا في الوصفه. يلا. في حله على النار من غير ماده دهنيه ان هي تكون سخنه جدا، هنزل باللحمه المتقطعه تقطيعه الانتركوت، وتكون متجمده شويه فيها سن الجموديه، وابتدي اقلب فيها كده لحد لما اللحمه تتحمر خالص. زي ما شايفين كده كانك بتحمريها بالظبط من الجانبين. هنزل بربع كيلو من البصل الابيض متقطع جوليان زي ما شايفين كده، وهقلب كله مع بعضه كده. بعد كده هنزل بنص معلقه صغيره من السكر، وهقلب كله مع بعضه. ليه يا جماعه نص معلقه صغيره من السكر؟ عشان السكر بيساعد على كرمله البصل. اول لما البصل كده يحمر وياخد لون، هنزل بمعلقتين كبار من الخل او ربع فنجان صغير من الخل، وهنقلب كله مع بعضه كده. بعد كده هنزل بحب ميه مغليه صغيرين. بعد كده هنزل البهار بتاعتي 3 ورق لورا، 3 قرنفل، ربع معلقه صغيره جوز الطيب، ربع معلقه صغيره حبهان مطحون، ربع معلقه صغيره جنزبيل، نص معلقه صغيره فلفل اسود، نص معلقه صغيره بصل بودر، وده اختياري. وهنقلب كله مع بعض كده. بعد كده هنزل بميه سخنه مغليه تغطي كل كميه اللحمه، وبعد كده هقفل عليها. هفتح عليها كده كده الميه قلت للنص. تمام. هحط بقى معلقه صغيره من الملح. ليه ما حطيتش ملح في الاول يا جماعه؟ عشان الملح بيأخر سوى اللحمه. تمام. حط في النص، وبعد كده هزودها ميه تاني. بعد كده هقفل عليها، هفتح عليها ميه قلت نص، هزودها ميه تاني، هزودها ميه تالت. تمام. وبعد كده هفتح عليها كده الميه ابتدت تنشف عليها. خلاص. ماشي. خلاص انا انا عايزه الميه كده تكون قليله عليها زي ما انتم شايفين كده. هنزل بقى بمعلقه صغيره من الصوص ديمي جلاس. خلاص بيدي اللحمه طعم حلو جدا جدا جدا. وهزودها حبه ميه كده صغيرين زي ما شايفين كده، وهقلب كده. كده الصوص تقل معايا. خلاص. انا دقتها لقيت الصوص عايزه صوص، عايزه طعم ديمي جلاس تاني. فزودت معلقه صغيره تانية، ودوبتهم في ربع فنجان صغير من الميه زي ما شايفين كده، واحطها على اللحم. يعني يا جماعه المقدار ده بالظبط عايز معلقه كبيره من صوص الديمي جلاس. معلقه كبيره تدوبيها في ربع كوبايه صغيره من الميه، وتقلبيها. وبعد كده تضيفيها للحمه. قدميها بقى الف هنا وشفا. عايزه اقول لكم طعمها حلو جدا جدا جدا، وكل دقه من ايدي عايزه اقول لكم عجبته جدا جدا جدا. فعلا 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 طعمها حلو. جربي تعمليها بالطريقه دي وهتعجبك. وكفايه انها معموله بطريقه صحيه من غير دهون، وده اجمل حاجه. ان شاء الله تجربوا تعملوا الوصفه بالطريقه دي وتعجبكم.
فعلا طعمها وهمي، حلوة قوي. المية يا جماعة بتتزود عليها 3 مرات وبتدوقيها. لازم تكون اللحمة دايبة، لو حسيتي ان اللحمة لسه ناشفة زوديها مية تاني. قدميها بقى مع سلطة خضراء ورز بالشعرية وفاصوليا خضراء. عملت معاكم قبل كده طريقة عمل الرز بالشعرية، تابعوا الفيديو على القناة. وعملت معاكم قبل كده فاصوليا خضراء، تابعوا الفيديو على القناة. وعملت معاكم قبل كده سلطة خضراء، تابعوا الفيديو على القناة. بصوا الجمال، مش عايزة اقول لكم يعني طعمها حلو جدا واللحمة دايبة يعني فعلا فعلا طعمها حلو قوي. جربوا يا جماعة تعملوها ان شاء الله، هتعملوها على طول ان شاء الله. جربوا تعملوا الوصفة بالطريقة دي وتعجبكم ان شاء الله. لو عجبك الوصفة لايك واشتراك في القناة، ويا ريت تدعموني بالاشتراك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.